السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. كفتة الحات يا بنات رقم واحد. شايفين الجمال والروعة بطريقة سهلة وبسيطة. كفتة مش هتفك وياكي لو عملتيها على أسياخ أو في صينية، طرية جدا، مستحيل تكش. نفس ما دخلناها نفس ما طلعت يا جماعة. طريقة التسوية 100% بيضة من جوه. شايفين اللون الفظيع ده؟ هنشوف كمان السر بتاعه. أتمنى إن الفيديو يرضاكم. تعالوا نشوف الطريقة. أنا عندي نص مفروم، بصلة كبيرة مبشورة بالمية بتاعتها، معلقتين بقدونس، معلقة ليا، مفيش ليا يبقى معلقة سمنة بلدي مكانها، أو اللحمة بتاعتك تكون دسمة 20% دهون منها عشان تطلع هيك الكفتة حلوة. معلقتين دقيق، ده اللي هيعملوا عملية الربط بين المقادير في الكفتة بتاعتنا. ولو في يعني بتطلع كمان يعني متماسكة أكتر. المعلقة السحرية معلقة النشا يا بنات، معلقة نشا بتدي قوام وهشاشة الكفتة فظيعة. ومعلقة بيكنج باودر صغير. عندي ملح، عندي بهارات، عندي زنجبيل، وعندي فلفل اسمر. ولو حابه تضيفي انت اي بهار من عندك مفيش مشكله. اهم بقى حاجه انا عندي الكفته يعني عجن، اهم حاجه تعجنيها مده ما تقلش عن 8 دقائق لغايه ما هنختبرها ونشوفها كده تبقى نسيج واحد. طب نبص عليها بقى نشوف. شايفين زي بتطلع؟ بصوا يعني خيوط كده منها وملزقه شويه كده، تبقى انت خدمتيها كويس في العجن بتاعها، يعني الكفته تعجنيها كويس جدا. تعالوا نشوف بقى التشكيل بتاعها. دلوقتي انا عندي طبق فيه زيت والصينيه مدهونه زيت خالص، وانا هصبحها على الشليمو. عندك سيخ بقى حديد، عندك الخشب بتاع الشيش طاووق، معلقه مفيش مشكله. اديكي فيها زيت وخدي قطعه من المفروم كده وابداي شكلي فيها زي ما انت شايفه. انا دلوقتي فاتحه الفرن على حراره 200. لازما اهم حاجه في التسويه تكون الفرن حار جدا على حراره 200، وهنحطها في الرف الاوسط يا بنات. دلوقتي الفرن شغال معايا. نخلص بقى التشكيل بتاع الكفته بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. وفي الاخر قبل ما اشيلها كده من على الشلمو او من على السيخ، هبدا اعمل فيها زي عقل كده، اضغط عليها بالصوابع بتاعتي. تمام. ممكن لو انت عندك شبكة فرن ولا حاجة تعمليها تمشيها كده على الشبكة، هتطلع برضو فيها زي تضليعة كده، هيبقى برضو شكلها حلو. المهم يعني هي كلها كشكل يعني، بس الطعم بقى، الطعم الرهيب الجميل ده عند حنان يعني. اعملوها بس ان شاء الله بطريقتي وهتطلع تحفة ان شاء الله. خلصت بقى انا الكمية بتاعتي بالطريقة ديت. مفيش اسهل من كده. ممكن تخلصي 2 3 كيلو يعني ايه في ربع ساعه. التسويه زي ما انا قلت الفرن حار جدا على حراره 200. هحطها في الرف الاوسط. المده هتاخد ممكن يعني على حسب حراره فرنك، ممكن ربع ساعه، تلت ساعه، وممكن كمان 12 دقيقه. اهم حاجه الفرن يكون حار جدا واحنا مولعينه من تحت بس يا حبايبي. عايزه طبعا في مقطع هنا اتحذف. انا بصوا ما شاء الله الكفته طالعه فظيعه ازاي. انا حطيت اللون ده طلع ازاي. انا حطيت معلقه صلصه، معلقه كاتشب، ومعلقه زيت، ودهنت الكفته قبل ما ادخلها بس ما بانش معانا في الكاميرا هنا. شايفين الجمال؟ طبعا كانت سخنه مش عارفه امسكها. شايفين يعني طريه، وشايفين الكفته زي بصي طريه طريان قد كده. احنا الكفته بتتني كمان مش بتتكسر. يعني شايفين الجمال؟ حاجه والله. وطعمها وريحه بقى ما اقولكمش، حاجه تحفه. لازما بجد والله تجربوها باذن الله. بصراحه هيتجنن عليه. يا رب الفيديو ينور رضاكم وتجربوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.